أقول يا ودي وجد ربع لهم 20 يوم في محل ما فيها السطور الحايمات، راحوا قنوص على صنع فنسان الخشوم وانقلب موترهم الجيب والسواق مات. واشرقت وغربت شمس العصر واختفت بيض النجوم، والهبايب قامت تهب من كل الجهات، والرديف يصيح بالصوت من كثر الهموم، وكل ما سمع الهوى قال جات القوم. جات واثنين اللي ورا من ورا حزم زموم، انكسر واحد وواحد عليها الركب فات، طايح في مبرك الموت ما يقدر يقوم، مختلط دمه بدمع مثل نهر الفرات، دمه من الجرح والدمع من قل العزوم. يوم مرت في خياله جميع الذكريات، بين عود ينتظر جيته ومن رحوم، وبين ورع توه مغلق 5 سنوات ما تتمه بعد ما جابت له اخوين توم، والحقوها التوم والباقيات الصالحات. ولا بقى الله مع عمة قشرا ظلوم، من قساوتها معه جفن عينها ما يبات. وانت قصيت الحقائق ودققت العلوم، بانت علوم من ورا اخوان شمها خافيات، يذكر انه كان معهم من الارزاق كوم. واصبحت من بعد ما حول الموتر اشتات، انتهى الماء وانتهى الزاد في وقت اللزوم، وانتهت مويه لديتر مسال لها الثبات، يشربوها كلها بالشوايب والسموم، غير ما يقطع ضماهم 3 وايتات. والمصيبه يوم هبت من القبله سموم، ودفنت منهم 3 هبوب الذاريات، وانكف الرابع بعد ما تو اصحابه عموم، وقام يزحف في فجوج الخلاء بالكيلوات، ورزقه ربي بناس قحاطين قروم، من رجال في الخطر يسبقون الطائرات، واركبوه وحولوا به مع ذيك الحزوم صوب دار خابرين بها مستشفيات. ويوم شافوا النور مثل القمر بين الغيوم، وعلقوا خط تخالف عليها الشاحنات، فاعترض في دربهم ناقة سودا ردوم، وصدموها صدمة ما وراها إلا الممات. وماتوا 2 على طول و2 سلوم، والجريح ازداد جرحه وحزن واستمات، وده انه مات وانه من الشوف محروم، وان عيال العود سلموا صدوف النايبات. عزتي له يوم هو بين شوم وبين لوم، وماتوا اصحابه ولا له عيال ولا بنات. والحقيقة ذا العرب كلهم من رؤوس قوم، فعلهم تشهد عليها السنين الماضيات، لكن أمر الله نفذ بين ليل وبين يوم، ومن ربي لا نفذ ما عليهم ساومات. والسعادة والحظوظ السعيدة ما تدوم، مخبل اللي مملم في الليالي المقبلات، يحسب ان العمر رحلة ذهاب بلا قدوم، ما درى انه بين غماض عين والتفات. لو عطوها اللي تعرف العوايد والسلوم، مثل ما يعطى اسود الوجه 7 مجليات، خاتمتها الموت والقبر والنار اللهوم. كان ما له في رصيده جمايل واحسانات، البنادم ما تساوي حياته في الصثوم. واخر علومه اللي قالوا ان فلان مات وسلامته.